كمان بقى لا ننسى الكلام عن بنك البركة مصر اللي حقق إيرادات تشغيلية تتجاوز 2 مليار ومليون جنيه في العام الحالي 2025. بنك البركة مصر بقيادة المصرفي الكبير الأستاذ حازم حجازي الرئيس التنفيذي للبنك حقق طفرة قوية في الربع الأول من سنة 2025، وده واضح من أرباحه اللي وصلت ل 995 مليون جنيه بعد الضرايب، بزيادة كام في المية؟ 73% عن نفس السنة اللي فاتت. الإيرادات التشغيلية كمان زادت 47% ووصلت ل 2 مليار و16 مليون جنيه، وده نتيجة شغل محترم في تنويع مصادر الدخل من فايدة وعمولات وخدمات تانية. ومن ناحية التمويل البنك ضخ قروض وتمويلات بقيمة وصلت ل 64 مليار و9 مليون جنيه، وكمان ودائع العملاء زادت ل 112 مليار و6 مليون جنيه. يعني الناس واثقة في البنك وبتحط فلوسها عنده بكل ثقة. البنك كمان وسع تمويل الشركات الكبيرة والصغيرة وكمان الأفراد، وكل ده ضمن خطة واضحة لدعم الاقتصاد ومواكبة الشغل الإسلامي اللي البنك بيشتغل بيه. رئيس البنك الأستاذ حازم حجازي قال إن الأرقام دي مش بس نجاح مالي، لكن كمان بتؤكد إن البنك ماشي بخطة قوية ورؤية هدفها خدمة الناس ودعم الاقتصاد. كل الشكر والتقدير للأستاذ حازم حجازي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر ولكل فريق العمل المحترم القائم على هذا الأداء المشرف.